السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وصحة وسعادة يا رب. النهاردة انا طلعت في دماغي ان انا اعمل ماسك كده اللي هو حمام زيت لشعري، بس قلت هعمله بالالوان، يعني هلون شعري من غير حنة. ازاي؟ يعني انا طلعت كده في دماغي ان انا هعمل الحمام الزيت عادي، بس هضيف عليه حاجات لعل وعسى تلون شعري، او مثلا تخلي لون شعري اللي هو الكستنائي، او مع تغذية شعري برضو تبقى حاجة قصاد حاجة. قلت هستعمل ايه بقى يا ولاد؟ هجيب الكركم، هحط كركم. انا عايزة لون بني، او مثلا اللي هو اللون الكستنائي، فهحط كركم كتير، اربعهم معالق، بس اللي هم المعالق الصغننين دول. 5 6 7، كفايه كده. 8، يلا اقولك 9. يعني تحطي في قيمه، طبعا المعلقه دي صغيره، فهتحطي مثلا في قيمه 4 معالق شاي كبار. تمام. وهحط اي نوع نسكافيه عندك. انا عندي النسكافيه اللي هو الجولد ده اهو، هحط معلقتين. تمام. وهحط حبه ميه دافيه صغيرين برضو، عشان ادوب بيهم. اوعى ادوب بيهم الحوار اللي انا هعمله ده. ماشي اهو. افضل بقى بصي تدوبي كده اهو. طبعا مش هو ده النتيجة، يعني انا برضو لسه لسه هحط حبة مية صغنطتين خالص، عشان انا لسه هحط زيت، خلي بالك اهو. ايوه، حبة مية دافيين خالص. تمام. هجيب لك برضو حاجة تانية، هحط حبة خل تفاح. ليه؟ لان خل التفاح يعني بيثبت اللون. وبرضو لو شعرك فيه قشرة، لو شعرك فيه حاجة، اللي هو يعني القشرة بالذات بتشيل منه، بيغذي برضو الخل التفاح الشعر. بصي انا عايزاها سايلة كده. وهبدأ اجيب بقى الزيوت اللي عندي. انا عندي زيت ارجان. تمام. هحطه، وبعد كده هوريكي النتيجة على صورة، اقرب صورة للون الشعر اللي هيطلع، هحطها لك على في الفيديو. وده زيت خروع غالبا. ايوه، زيت جرجير برضو. بصي انا عندي كمية زيوت بحطها بحيث ان انا شعري يبقى حلو. تمام. وعندي برضو شعر ايه تاني، زيت لوز. زيت لوز منه ماسك للزيت، تمام، ومنه للشعر يلون. وعندي اللي هو نخاع الجمل. تمام. هاخد بيه بس معلقه كده اهو، اهو كده اهو. تمام. وبعد كده هحط وبعد كده عندي الكركار ده اللي هو كركار سوداني، هاخد منه برضو حبة. برضو بيعمل الشعر حلو قوي اهو. يبقى انا كده حطيت نسكافيه وحبة مية، ربيت بيهم بس الخليط بتاعي. واول ما داب معايا حطيت بقى الزيوت اللي عندك، زيت زيتون، زيت ارجان. الارجان حلوة قوي لسقوط الشعر. زيت توم، اي حاجة زيت عندك اللي هو زيت بتاع الشعر، زيت جوز هند. ولو عندك برضو ماسكات اللي هي الحلوة دي، اللي هي بأنثى الجمل دي، معرفش ايه السمة في كده، يعني النخاع، اي نخاع. الكركار ده لو عندك ماشي. المهم، ما عندكيش زيوت وعايزة تعمليها، حطي حبة كريم، حمام كريم للشعر، ونص ساعة واغسلي شعرك. لو حمام كريم علشان ما يبقاش كتير الكريم على شعرك،
حمام كريم بالذات لو هتخلطيه بالخليط ده نص ساعة واغسلي شعرك. والله بقى عندك الزيوت خليها بقى زي ما انت عايزة. حلاوة الزيوت ان انت شعرك بيفضل يعني مهما تغيبي الزيت عليه بيبقى حلو قوي لشعرك، بيبقى حلو قوي 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 ومفيد جدا لشعرك. خلاص انا هحطه بقى على شعري. تمام. شعري يكون مندي او مش مبلول، مش لازم يكون مبلول يعني. وهسيبه النتيجة هجيبها لك في صورة. هفضل اصور كده، اشوف وادور صورة معينة، ونبقى لونا شعرنا من غير حنة ومن غير اي حاجة. هخلص وان شاء الله ارجع لك على خير. وطبعا حبايبي انا بعد ما خلصت الماسك اللي هو ماسك الزيت ده او حمام الزيت على شعري وغسلته، انا لقيت شعري نفس درجة اللون ده، يعني يمكن اقل منه سنة صغننة خالص. ليه؟ لان انا شعري كنت عاملاه حنة، فكان اللي هو البني اللي يكاد محمر شوية. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. كان محمر، يعني مش البني بس، عارفين انتوا البني الواضح ده اللي هو المحمر شويه. تمام. فانا طبعا كان اللون، انا بحب يعني اعمل ماسكات لشعري، فاللون ما كانش عاجبني قوي، كنت هحط حنه مع الماسك ده، بس ما رضيتش بصراحه. قلت لا، احط النسكافيه والكركم. لقيت نتيجة شعري بقت نفس درجة اللون البني اللي هو الفاتح. فطبعا هو مش هيعمل لون شعرك اصفر، مش عشان كركم هيصفره. لو انت درجة شعرك بني هيفتحه شوية، هيخليك استنائي جميل بصراحة، حلو قوي. انا فرحت قوي لما اللون اتغير، يعني اتحول من البني المحمر للبني الحلو اللي هو البني اللي داخل في الكستنائي ده، اللي هو اللي بيلمع الحلو الفاتح. بني فاتح، يعني اللي هو البني الكستنائي، لو حد يعني ايه مش عارف الكستنائي ايه. فجربي الوصفة بجد، هتعجبك قوي. لو انت ما حنتيش شعرك خالص، ممكن تجيبي معلقتين حنة وتحطي الكركم، وتحطي حبة نسكافيه، هيطلع معاكي اللون ده. طبعا هيتقل معاكي اكتر، فاهماني؟ ف وطبعا تغذية للشعر، شعري بقى طري وجميل بالزيوت اللي انا حطيتها. فاتمنى الوصفة تكون عجبتكم، امين يا رب العالمين، واكون بفيدكم في حاجة وتدعوا لي دعوة كده حلوة ان شاء الله باذن الله. وما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، ونشوفكم ان شاء الله باذن الله الفيديو الجاي فيه حاجات جديدة ان شاء الله باذن الله تعجبكم. وما تنسيش تهتمي بشعرك يا بنتي، ملناش غيره. اشوفكم الفيديو الجاي، يلا سلام عليكم.